بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، وصلنا للأسبوع ال 13، وفي الأسبوع ال 13 معانا أبشركم راحة زي الأسبوع ال 12 بالظبط. مفيش معانا تقييمات، معانا فقط أداء صفي وأداء منزلي. وتعالوا نبدأ أحبابي بالأداء الصفي. وفي الأداء الصفي معاني مفردات درس الملكية الفكرية. بيقول لي دلل على أن معنى كلمة إبرام هي عقد اتفاق. في قول الكاتب إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية. طيب، هي كلمة اتفاق علشان تتم لابد من عقد، فكلمة اتفاقية ده الإجابة. كلمة اتفاقية تتم بعقد اتفاق. وبذلك معنى إبرام عقد اتفاق. ومعنا سؤال الإعراب: أصبح الطلاب منصتين. طبعا هنا في أصبح يبقى في اسمها وخبرها. منصتين خبر، أصبح منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طب استمع الطلاب لشرح المعلم منصتين. كيف استمع الطلاب لشرح المعلم منصتين؟ يبقى منصتين دي حال منصوبة وليس منصوب، كلمة حال مؤنثة بالياء برضو لأنه جمع مذكر سالم. طيب، علمت الطلاب منصتين. علم بينصب مفعولين، التاء فاعل، الطلاب مفعول أول، منصتين مفعول به ثاني منصوب برضو بالياء لأنه جمع مذكر سالم. لأنه جمع مذكر سالم. طيب، صوب الخطأ. السماء صافية. طبعا السماء الهمزة على السطر بس عليها ضم. السماء صافية. لماذا نطلب العلم؟ ده سؤال، يبقى مش علامة تعجب، حط علامة استفهام. إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا السيئات الهمزة على الياء. السيئات. بعد كده سؤال الخط، وطبعا بيقول لي اكتب بخط الرقاق. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. بعد كده في ضوء قراءتك لدرس الملكية الفكرية ابحث عن أهم أنواع الملكيات التي يجب حمايتها. عايز أنواع الملكية، في أنواع تانية غير الملكية الفكرية. طب إيه الأنواع التانية دي؟ تعالوا نشوفها مع بعض، اللي هي ونشوف مع بعض أنواع الحقوق بإيجاز. في عندي ملكية مادية زي العقارات والسيارات. في ملكية فكرية زي حقوق النشر، براءة الاختراع، العلامات التجارية. في ملكية مالية زي الأسهم والحصص اللي في الشركات. في ملكية صناعية تتعلق بالتصاميم والابتكارات الصناعية. ندي فرصة أحبابي لتصوير الشاشة. وبكده أحبابي نكون انتهينا من الأداء الصفي، وتعالوا بينا ننتقل للأداء المنزلي. والآن أحبابي مع الأداء المنزلي. في الأداء المنزلي مديني جمل بيقول لي عاد الجنود منتصرين، حول الحال إلى نعت. طبعا الفرق إن الحال معرفة ونكرة،
لكن النعت 2 نكرة أو 2 معرفة، فأنا عشان أحول ده لنعت أخلي ال2 معرفة زي بعض، فهقول له عاد الجنود، ونخلي بالنا إن الجنود إيه؟ فاعل، والنعت مش منصوب، ده النعت بيتبع اللي قبله، يبقى عاد الجنود المنتصرون. كده أصبحت نعت. ابني الفعل المجهول، عشان ابني الفعل المجهول بحذف الفاعل، فكسر ربيع هنحذف الربيع، وكسى فعل ماضي فهيبقى كسيا. وطب الارض مؤنث فتبقى كسيت الارض حلة خضراء. كسيت الارض حلة خضراء. بيقول لي صوب الخطأ. أعطى المعلم المتميزون جوائز، المفروض متميزون مفعول به، فهتبقى المتميزين، تبقى أعطى المعلم المتميزين، وجوائز طبعا هتبقى إيه؟ جوائزا، لأنها برضو مفعول به ثاني. طيب بس في حاجة، إن جوائز ممنوع من الصرف، فدي هتفضل زي ما هي. في حاجة إن شاء الله هتاخدوها في ثالثة إعداد اسمها الممنوع من الصرف، جوائز دي ممنوع من الصرف فلا تنون، فتبقى جوائز فقط بالفتحة. طيب إعراب كلمة جليا في الجملة. رأيت الحق جليا، طبعا رأى بينصب مفعولين، فجليا مفعول به ثاني، مفعول به ثان منصوب بالفتحة. طيب ظهر الحق جليا، كيف ظهر الحق جليا؟ يبقى دي حال منصوبة، خلي بالنا ان كلمة حال مؤنثة، ما اقولش منصوبة، اقول منصوبة بالفتحة. هنا بقى عندي اصبح من اخوات كان، فالحق اسمها وجليا خبرها، يبقى هنا خبر اصبح منصوب بالفتحة. صل. سلمت على جار لي، يعني ساكن بجواري. لا تسرف في المياه ولو كنت على نهر جار، يعني نهر متجدد. جاري أخاك في فعل الخير، يعني اسلك مسلكه، اعمل زيه يعني. السؤال التالي، أدخل على الجملة الآتية فعلا ينصب مفعولين وغير ما يلزم. المجتهد واثق، فهتبقى علمت المجتهد واثقا، عشان دي هتبقى مفعول به ثاني، واثقا في النجاح. آخر سؤال معايا يا أحبابي. يساعد قانون الملكية الفكرية في حفظ حقوق المبدعين. بيقول ناقش العبارة دي من خلال البحث على شبكة الإنترنت. قانون الملكية الفكرية يحفظ لنا الحقوق. طيب عايزين نناقش الموضوع ده؟ تعالوا بينا يا أحبابي نشوف الموضوع ده. نعم، قانون الملكية الفكرية بيساعد على حماية حقوق المبدعين في أعمالهم الأدبية والفنية والعلمية، بيمنع السرقة أو التقليد بدون إذن صاحب العمل، بيحفز الابتكار من خلال منح حقوق حصرية للمبدعين لفترة زمنية محدودة، ضمان استفادة أصحاب الإبداع ماديا من أعمالهم. هدي فرصة أحبابي لتصوير الشاشة. وبكده أحبابي نكون انتهينا من الأسبوع 13 الأداء الصفي والأداء المنزلي، وفقكم الله.